السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة 11 من مسلسل إلى دق الحال. ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وتابوناو وفعلوا الزر ديال الجرس. الأغلبية فيكم اللي كيتفرجوا فينا ما مابونينش. بالنسبة للأحداث اللي غيكونوا في هذه الحلقة، فغادي نكتشفوا بأنه خديجة غتولي خايفة من ديك السيدة صاحبتها اللي تمشي تبيع بها للبوليس، حيث هي اللي قتلات المختار. ولكن اللي ما عرفاش خديجة بلي راه المختار ما ماتش والمختار باقي حي، والسيدة غير ما فهمتهاش علاش كتهضر بالضبط. ولكن غادي نشوفوا في الاخير بانه هذيك السيده غادي تمشي تجري عند المختار وغتقولها ليه، غتقول ليه نوض نتايا اللي كتقلب على مرتك في هذه المدينه هذه راه مرتك راه مشات بدلات المدينه ومشات لكازا، وراها دايره كسيده ومضروبه في رجليها، وراه عندها ناسها وعائلتها وحبابها. يقول اش كتخربقي انت؟ راه خديجه راه ما عندها عائله، ما عندها حتى شي حاجه في هذه الدنيا هذه. غتقول لي راه كيجيب لك الله، السيده راه عندها منين كتجيب الفلوس وانت طانزه عليك ومخبيه عليك هادشي. هو ملي غيسمع الفلوس غيقول ها الفلوس، وغادي يمشي وغيطلع لكازا غير يرونها. خصوصا هو هاد المده كامله باش كانت خديجه غابره، راه كان غير كيتجلوق من عند صحابو وصافي، حتى الفلوس ما عندوش، ما يقدرش يمشي هو لدوك المحلات حيت التوصيل ماشي في سميتو. فمازال غادي نكتشفوا بلي ديك السيده غتجبد لها المشاكل مع راجلها، وراجلها غادي يجي يحيح لها في كازا. ومازال غادي نكتشفوا بزاف ديال الاحداث. اما بالنسبه للقضيه ديال زينب، فزينب غادي تعاني المرار مع سعاد، حيث سعاد ولات كتشك فيها بانها كدور ليها براجلها، وعند بالها باللي ماشي خارجين باش فريمون يبدلوا الجو، ولكن خارجين باش زينب تقرب من الراجل اكثر. وسعاد عارفه راجلها، عارفاه باللي السيد راه عاطيها غير الدار والديبرسيون والمرض. وملي جات زينب وهو فرحان وعاجبو الحال وكيعطيها الكادوات، وهي عند بالها بلي راه زينب بنت الناس، حيت راه نعمة اللي جابتها ونعمة انسانه اللي ثقه. فبدا هنا كيدخل على الوسواس باللي زينب تقدر تكون كدور ليها بالراجل. ولكن طه فيما غادي زينب غتقلق من سعاد حيت قالت لها شي كلمه ولا جرحاتها، طه غيبغي يغوتها عليها، حتى لواحد النهار اللي طه غيتجرأ انه غادي يقول لها كلام قاصح، وغنعرفوا الماضي ديال سعاد قدام زينب. هنا فين سعاد غادا تصدم وغتعرف بلي بصح كاينه شي حاجه بيناتهم، حيت هاد الهضره عمرو ما قالها. بزاف كيتسائلوا على القضيه ديال نعمه مع عبد العالي. فنعمه صافي ما بقاتش غتبقى تشوف شي حاجه سميتها عبد العالي، وما غاداش تبقى معمره راسها به. هي كتبغيه ولكن هو خانها وخان الثقه ديالها. فهنا فين غادي نشوفوا نعمه ما غاديش تبقى تفكر في فكره ديال الزواج حاليا. امها اللي هي آه، اللي هي الكبيره في لاج وهي اللي حاكمه دابا في ديك الدار، كلمتها غادي تبقى مسموعه، وغادي تقول لها شوفي الا بغيتي الزواج راه خاصك تزوجي بشي واحد اللي يعرف قيمتك. انت تزوجتي بواحد، كنتي باغا تزوجي بواحد اللي باقي ما كونش راسو، باقي عند بالو الفلوس راه شي حاجه مهمه، حيت هو باقي ما دايرش علاش يرجع. اما بالنسبه لك انت خاصك شي واحد يكون واجد ما تصبريش عليه، وانت يا عاونتيه بزاف، هو اللي ماشي راجل. وهنا فين نشوفوا باللي نعمة بدات كتفيق من ديك الغيبوبة اللي كانت فيها ديال الحب، وغادي تبدا تقول لها امي انا صافي عييت من هادشي، الا جات شي حاجه من هنا لقدام مرحبا بها، اما انا ما معمراش راسي بالزواج حاليا. طه كان خاصو غير الاهتمام، كان خاصو غير اللي يهتم بيه، واللي يقابلو، واللي يدوي معاه، اللي يخوي عليه قلبو، واللي يرتاح ليه. وهادشي هو اللي لقاه في زينب وما لقاش في مرتو غير شداتو ولحتو في الركنه من المرض، وبقات كتسوق ليه لا والو، كتعطيه الدواء ديالو في الوقت، وهي كتخرج وتمشي حقا انا نمشي للجمعيه، عندي شي غرض نقضي مع صحاباتي ونجي. وهو اغلبيه الوقت ديالو كيدوزو في الدار غير هو وياها والوحدانيه. فهنايا فين اي ممرضه كتجي كدوز واحد المده كيجيها الملل، ما كتقدرش تتعامل مع هذا السيد هذا وكتمشي. فداك الشيء علاش ملي جات زينب بان ليها الفرق. المراه ديال طه بان ليها الفرق باللي بصح هاد الانرجي اللي ولات عند طه دابا، وهاد التعامل اللي ولا كيتعامل به ما كانش عنده قبل. بحال كان في ديبرسيون قاصحه وبدا كيخرج منها شويه بشويه، حتى رجع للطبيعه ديالو اللي كان فيها شحال هادي. الا لاحظتوا حتى من زينب قالتها ليه، قالت ليه نقصتي 20 عام اللي خرجتي وبدلتي الجو. وهنا غادي نشوفوا في الحلقات الجايين واحد الفلاش باك علاش من هنا قبل 20 عام كي كانت الحياه ديالو هو والزوجه ديالو. ومازال غادي تكون الحقائق اللي خلات انه طه يمرض هاد المرضى هادي، وعلاش لحد الان كيبان لينا طه وسعاد مزوجين غير هما بجوج، ما عندهم لا ولاد لا والو.
هاد القصة هادي غنكتشفوها في الحلقات المجايين بلا ديتاي ديالها. اما بالنسبه لزينب والاب ديالها، الاب ديالها غادي يبقى يقلب عليها، ما غيخلي حتى شي بلاصه في كازا هاد المره، حيت عرف باللي راه عندها علاقه مع داك الكوايري. والكوايري في حد ذاته صوراته واحد البنت ملي كان الكوايري كيدابز مع بوعزه. صوراته، وهنا فين غادي نشوفوا داك الفيديوهات غادي يبداو يتبارطاجاو. هنايا بدر ما عنده كسر في هادشي اللي طاري، ولكن مديرة الاعمال ديالو ما غيعجبهاش الحال، وغادي تقول ليه شتي فين وصلت هنا، باللي تعرفت على هاد البنت وانت ماشي هو هذاك، لدرجه حتى في الاشارات ديالك الخدمه ديالك ما بقيتيش مركز فيها. وغادي يدوز الماتش حتى هو غيكون ماتش ضعيف، ما غيكونش فيه كيف كان من قبل، حيت التفكير ديالو والهم ديالو ما بقاش في كرة، ولا مع واحد الانسانه واحده اخرى اللي كيتسنى غير امتى يسافر ويرجع لكازا باش يشوفها، حيت حتى هي ولات كتبغيه وقالتها ليه، ولات علاقه بيناتهم اللي زوينه بزاف. اما بالنسبه لبوعزه ملي غادي يلقاها هاد المره، غادي يبدا يغوت عليها، غيقول لها انت ما خصكش تبقاي خدامه عند الناس، انت خاصك تمشي لبلاصتك في داركم وعندك ممتلكاتك عندك رزقك. هنا غادي تقول ليه اش كتخربق ابا، واش كتغمق على هاد الناس هادو باش مابقاش خدامه عندهم؟ راك غلط، راه هاد الناس معاملين اكثر من بنتهم. غادي تقول ليه غيقول لها دوي مع المحامي، انا نخلي لك النمره ديالو دوي معاه، راه هو عنده كاع هاد المعلومات هادو، الا كذبتيني انا سيري سوليه هو. هنا بالفعل زينب غادي تمشي هي وطه، طه غيوقف معاها هاد المره، ومازال غادي نشوفوا باللي غادي يتواجه مع مرته على قبل زينب، وغادي يمشي معاها. غادي يشوفوا باللي بالفعل راه عندها ممتلكات وعندها داكشي، خاصها غير تسني على شي وراق. بالفعل غادي يشوفوا باللي غادي تسني على دوك الوراق وغادي تكمل الاجراءات. با هنايا غيبغي يتحايل عليها وغيقول لها ديري لي وكاله عامه، انت خليك الا عجبتك كازا الدار البيضاء خليك، انا هنا نقابل لك داكشي، وراه رزقك كامل في الحفظ والصون. هي باها كتعرفو مزيان باللي فلوسو كتمشي في لالا ومالي وتقرقيب ستالي والزهو والنشاط والشيخات ما غيشيط ليها والو. فهنايا فين غادي نشوفوا هاد الفترة هادي، غادي يجي بدر اليعقوبي ما غيلقاش في المدينة، وغادي يكعى وغادي يبقى فيه الحال، وغادي تفكر الدوار، غيقول شنو سميت الدوار، عبو ما عبو، الدوار ولاد عبو، وغادي يمشي ليه. وهنا فين غادي نشوفوا باللي غادي يتلاقى مع بات زينب، وهنا فين غادي يبداو عاوتاني منوضينها تما، والناس غادي يبداو يجيو يتصوروا معاه، هو غادي يحشم من راسو حيت كيتراوت مع واحد اللي مشهور واللي كلشي كيحترمه وهو مقلل عليه الاحترام. فهنايا غادي نشوفوا باللي القضيه غتبقى غادا معلقه بحال هكا. المسلسل باقي فيه بزاف الخيوط، حتى بالنسبه لفرح مازال غادي نكتشفوا باللي غادي يعاون هذاك الكوافور باش انها تخطف ولدها وتهرب به، حيت ما بقاتش مأمنه عليه عند كريم، حيت كريم كل مره غير كيكذب عليها بيد ما قدا حاجته. وحنا عرفناه باللي مرته ملي كانت في السبيطار ما لقاش مع من يدوز الليله، فعيط لها هي وتحايل عليها، ولكن هي ما بغاتش، قالت لي حنا ما مزوجينش باش نديروا شي حاجه. وهنا فين تا هو منين جات نسيبته وخاصمت عليه وعليها وقالت لها تخرج من هنا، خرجها. لو كان دارت مع داكشي اللي بغا كان غادي يتصرف بواحد التصرف واحد اخر ويموت معاها. فهادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الحلقه هادي. ديروا لايك، ديروا لايك عافاكم، راه لي لايك عندنا طايحين بزاف. ولا وصلتوا حتى لهنا اكتبوا لي في لي كومونتير رقم 11 وشكرا لكم بزاف على الاشتراكات ديالكم، واخا ضعيفين ولكن زيدوا اشتركوا. بسلامه، نشوفكم فيديو ان شاء الله الجاي.